تخيل معايا شديت العطله انت وعشيرك وقلت اجا سيدي نضربوا دويره للبحر نمشيو نصيدوا الحوت. من شديتوا الفلوكه ودخلتوا للبحر صرتاتكم واحد العاصفه وما غاديش تخرجوا من تما حتى دوز 438 يوم، او بالاحرى غادي يخرج غير واحد فيكم، لان الاخر غادي تصرى له واحد الفاجعه كاع في شكل. السيد اللي غنعاود لكم عليه اليوم عاش 438 يوم في البحر بلا ماكله وبلا شراب، والاحداث اللي صرا فيها هذه يخليوك تشد في راسك وتقول تسليمه عباد الله. اذا سيدات السادات كبر معكم ديك الشاشه، ديروا معكم ديك ابوني وزيروا معايا الصمته ويلا تكتشفوا معايا ليستوار ديال اليوم. باش نستوعبوا ليستوار مزيان ونتعرفوا على المعاناه اللي عاشها هذا الراجل، خاص اول حاجه نتعرفوا على المحيط الهادي، اكبر محيط على سطح الكره الارضيه. هذا المحيط فريمون خاوي، فيه غير بعض الجزر اللي مشات حتى في شي بلايص، والاحتمال ديال ان شي واحد يتلاقاك في هذا المحيط الا توضرت فيه شبه منعدمه او لا مستحيل. ليستوار ممكن تبان لك عجيبه ونوحي الخيال، ولكن كلشي الاحداث اللي صراو فيها صحيحه 100%. ليستوار طالعه على واحد الراجل سميتو خوزي سالفادور الفارينغا من جمهوريه السلفادور اللي كاينه في امريكا الوسطى. الفارينغا كان واحد السيد متمرس واعر في الصناره، وفي غالب الاحيان كيكون معاه واحد صاحب واحد عشيرو اللي ديما كيديروا اليد في اليد وكيمشيو للبحر باش يصيدوا. ولكن من ظهر هاد صاحبو انه ذاك النهار ما كانش مسالي، فشنو دار الفارينغا؟ مشى دبر على شي واحد اخر اللي يمشي يصيد معاه في ذاك النهار، وتلاقى مع واحد الشاب اللي عمره 23 سنه سميتو ايزاكيال كوردوبا. الحياه ديال الفارينغا كانت بسيطه بزاف. شنو كيدير؟ كيخرج للبحر يصيد الحوت، مورها كيدخل وكيبيعو وكيبدا عايش بدوك الفلوس حتى كيكونوا غادي يكملوا له، عاود ثاني كيخرج للبحر ويبدا يصيد، وعاود ثاني كيدخل وكيبدا يبيع، وهي غادا هكا. الرحله بدات نهار 17 نوفمبر سنه 2017 من البلده ديالهم سميتها كوستا ازور اللي جايه في الساحل الامريكي. الخطه كانت هي يمشي واحد المده ديال اليومين في البحر يصيدوا واحد 400 ولا 500 كيلو ديال الحوت ويوليو لديورهم. المهم مشى الفارينغا دبر على واحد الفلوكه غير صغيره، الطول ديالها شي 7 متر وعندها واحد الموتور غير صغير، وبطبيعه الحال ما غاديش تكون واجده لذاك الكابوس اللي غادي يعيشوه. فقبل ما يتحركوا صونا لهم مول ديك الفلوكه وقال لهم راه جايه واحد العاصفه كبيره، خليوها حتى تدوز عاد روحوا تصيدوا. الفارينغا قال له وايلا صاحبي حنا هادشي ديال العواصف وكذا منا مولفينو، غادي نمشيو نصيدوا باش ندبروا على الطرف ديال الخبز ونوليو لديورنا. فبداو الرحله ديالهم وسافروا اكثر ب 120 كيلومتر عن الساحل فين كانوا عايشين. ضربت الوحده الصباح ووصلتهم ديك العاصفه اللي كانت فريمون مجهده بزاف لدرجه انها كانت غتقلبهم ويموتوا. فبكثره الخوف ديك اللحظه والصعوبات اللي واجهتهم بداو كيرميو كلشي دوك الادوات اللي عندهم في ديك الفلوكه واللي كانت ساويه آلاف الدولارات، وحتى داك الحوت اللي كانوا صيدوه رماوه حتى هو في البحر باش يخفوا الوزن ديال ديك الفلوكه ويتحركوا بواحد السلاسه اكبر وواحد المرونه اكثر فوق دوك الامواج الكبيره. في هذه اللحظه كانوا بعاد ب6 السوايع عن الساحل، ومن شافوا الدعوه ما عجباش قالوا غادي نبدلوا ساعه بخرى ونوليو لديورنا. ضربت 7 الصباح وكانوا بعاد ب 24 كيلومتر عن الساحل وكانوا كيشوفوا الجبال كاع، ولكن لسوء الحظ الموتور ديال الفلوكه تخسر خطره وحده، وللاسف ديك الفلوكه ما كانش فيها شي وسيله اخرى ديال الحركه، ما كاين لا مجاديف لا والو. فبدات العاصفه والرياح كتلعب بهم في البحر وهما مساكن مكمشين ما عندهم ما يديروا، من غير واحد الراديو لقاوه تما واللي مكنهم باش يصونيو للمدير ديالهم. قالوا له شوف فلان ها كيفاش البلان، ها كيفاش البلان، رانا في البلاصه الفلانيه اجي سلكنا. قال لهم انا غنجي دابا وغادي نخبر حتى الجهات المسؤوله باش حتى هي تتحرك معايا. وبطبيعه الحال هاد خوتنا ما عندهمش الزهر، الباتري ديال الراديو كملت لهم فاش كانوا كيهضروا مع المدير، وفجاه اخر امل ديالهم للنجاه اختفى. تخيل كنت في بلاصتهم خطره وحده خسرت اخر وسيله ديالك للتواصل مع العالم الخارجي، وليت معزول في البحر والرياح جالسه كتدك بعيد على ديك البلاصه اللي قلت لهم يجيو يديوك بها. حتى واحد ما غادي يتخيل الكميه ديال الاحباط اللي حسوا به في ديك اللحظه. المدير ديالهم تحرك فيه الساع ودا معاهم شي صيادين باش يدبروا عليهم، جلسوا ايامات كيدوروا في داك البحر ولكن بدون اي نتيجه. للاسف الرياح جرفت ديك الفلوكه لواحد البلاصه بعيده بزاف، ففي ظرف 5 ايام ولاو على بعد 450 كيلومتر عن الساحل. كان داير بهم البحر بكل الجوانب، والفلوكه ديالهم كانت بحال شي حبه ديال الروز في كاس ديال الماء، يعني واخا تفوت عليهم شي طياره بالفوق ولا شي حاجه حتى واحد ما غادي يشوفهم. قدام هذا الوضع ما كاينش اللي يسلكك وما عندك كيدير تواصل مع العالم الخارجي، الحل الوحيد اللي عندك هو تاكسبتي الوضع وتنوض تدبر على راسك. وبما ان الفارينغا وداك حشيرو رماو كلشي ديك الماكله وداك الحوت اللي كان عندهم في الفلوكه، كان خاصهم يدبروا ما ياكلوا ما يشربوا، فكانوا كيصيدوا الحوت والطيور اللي كيفوتوا عليهم وكياكلوها وهي حيه، وجمعوا شويه ديال القراعي اللي كانت في البحر باش يعمروها بالماء فاش طيح الشتاء. وكانت شي فترات كدوز بدون مطر
فكانوا مضطرين انهم يشربوا الدم ديال دوك السلاحف اللي كانوا يصيدوا. فتخيل معايا الوضع المؤسف والمزري اللي وصلوا له، انك عايش في فلوكه الطول ديالها 7 متر وكل نهار كتعاود نفس الحاجه، نفس الروتين كيتعاود، وعندك شخص واحد كتهضر معاه باش تلف له وقت وما تهبلش. المهم الفارينغا وداك الشاب تعرفوا اكثر على بعضياتهم، كل واحد بدا كيعاود للاخر على الحياه ديالو، من جا الصعوبات اللي واجهاته في الحياه، وهذا الشيء كامل غير باش يتلفوا داك الملل. ولكن على حسب الروايه ديال الفارينغا، داك الدري صاحبه كوردوبا بدا كيهبل من بعد ما دازت 4 شهور وكيفكر في الانتحار، ومع مرور الايام الجسد ديالو بدا كيضعف بسبب داك الطعام اللي كانوا كياكلوه. وصلت واحد المرحله فين ما ولاش ياكل، مشات هكا حتى زاد عليه الحال، مرض بزاف ومن بعد مات. الفارينغا تصدم لانه خسر الشخص الوحيد اللي كان معاه، ومازال قدامه واحد المشوار طويل. دابا ما ولاش كتواجهه غير المشكله ديال الاكل والنجاه، وانما الموضوع ولا متعب من الناحيه النفسيه. تخيل راسك في البحر بوحدك، لا حنين لا رحيم، لا ماكله لا شراب لا بنادم تهضر معاه. ولحد الان كنسول راسك كيفاش هاد خونا عاش هاد المده كامله بوحدو بلا ما يتمخرط. الفارينغا كان في وسط المحيط الهادي في ديك الفتره، وهاد البلاصه كتعتبر من اكثر الاماكن الميته في العالم، ونادرا فاش السفن كدوز من تما. ولكن على حسب الروايه ديال الفارينغا قال باللي فاتت عليه واحد السفينه ديال الشحن فاش كان بوحدو، دوك السفن اللي فيهم دوك لي كونطونير الكبار اللي كيهزوا فيهم السلعه. المهم بدا كيلغى لهم باش يسمعوه، ولكن ما شافوهش، والسفينه كملت الطريق ديالها. كنتخيل دابا راسي في بلاصتو من بعد ما دوز عده شهور في البحر بوحدو، فاش شاف واحد السفينه، واحد الامل اللي غادي تسلكم داك الجحيم اللي راه عايش فيه، كلشي تلاشى في لحظه واحده. كيقول الفارينغا بانه فكر في الانتحار 2 مرات في ديك الفتره اللي عاشها في البحر، وكيقول لك هزيت الموس باش نذبح راسي، ولكن نظرا انه مسيحي كان كيتفكر الهضره ديال مو اللي كانت كتقول له اللي انتحر ما كيمشيش للجنه وكيدخل للنار. دابا هو وسط البحر، الفراغ، الايام كيتعاودوا، ولا كيتخيل في الدماغ ديالو بانه عنده حياه اخرى في بلاصه اخرى، كيتخيل راسو بانه كيخرج كيتلاقى مع الناس وكيسافر لبلدان اخرى. وباش فعلا يتخيل داك الشيء كان كينوض وكيتمشى في ديك الفلوكه. وشوف دابا بنادم فين وصلت به الحاله. مشات الايام هكا، الشهور كدوز، والفارينغا مازال متمسك بامل الحياه، حتى فاتت عليه 14 شهر. في هذا اليوم الموعود لاحظ الفارينغا بانه كثافه ديال الطيور زاد في ديك البلاصه. قال زعما تكون شي ارض منا، لا ما يمكنش. زاد شويه لقدام وهي تبان له واحد الجزيره. قال لا هادشي ما يمكنش، كاين 2 ديال الصوالح، يا اما انا ما راش نشوف مزيان ولا هبلت حتى انا. بدا كيشوف فيها مزيان واكتشف بان فعلا هذيك جزيره ديال بصح. دابا خاصو حاجه وحده، التيار ديال البحر يوصلوا لتما. الفارينغا خاف لا تجي عاوتاني العاصفه ولا شي رياح تقلب له الطريق مره اخرى. فشنو دار؟ نقص في البحر وبدا كيعوم حتى وصل لديك الجزيره. فمن وصل لتما بكثره الفرحه بدا كيتمرغد في ديك الرمله بحال شي هبيل، وبدا كيجري حتى وصل لواحد الدار، واخيرا غادي يتواصل مع اول كائن بشري من بعد 438 يوم. الجزيره اللي وصل لها كان سميتها ايبون اتول. المهم من صنعوا الاسعاف باش يجيو يديوه، اكتشف باللي راه على بعد 11,000 كيلومتر من البلاصه اللي جا بها. تخيل معايا كي دار لها هذا السيد. فصيفطات السلطات الطياره الفارينغا ورجعوه لبلادو. صافي هي هذيك داوه للسبيطار، تشافى، داوى ولا مزيان، وديسيد انه غادي يكتب كتاب يعاود فيه كل شيء، داكشي اللي فات عليه في ديك الرحله والمعاناه اللي داز بها. ولكن مورها العائله ديال داك الدري اللي كان معاه كوردوبا رفعت عليه دعوه كتهمه بانه هو اللي قتل ولدها وكلاه. وهذه واحد الحاجه اللي ماشي بعيده، لان الحاله اللي وصلوها في ديك الفتره ما يمكنش شي انسان يتخيلها. اهم درس ممكن ناخذه من هذه الاستوار، عمرك ما تستسلم وتحط يديك واخا يصرى اللي يصرى. ديما امن بانه غادي يجي واحد النهار اللي غادي تيسر فيه الامور وربي غادي يسهل عليك. فإلا عجبتك الاستوار ما تنساش تبارطاجها مع اصحابك ودير جيم وابوني باش هذا المحتوى يطلع لناس اخرين. وقول لي في لي كومونتير واش فعلا كتظن بان الفارينغا ممكن يكون كلا صاحبه. هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم، ونتشوف في المره الجايه. تهلاو.